وننتقل بعد ذلك إلى السؤال الآني الموجه إلى السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وموضوعه الآجال الدستورية للرد على الأسئلة الشفهية والكتابية. والكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، بناء على الفصل 100 من الدستور، خاصة المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإنه يتعين أن تدلي الحكومة بجوابها على الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء مجلس المستشارين خلال 20 يوما الموالين لإحالة هذه الأسئلة عليها. في الحكومة السابقة لم تحترم هذا الأجل، وكنسألكم السيد الوزير واش هذه الحكومة غادي تمشي في نفس النهج ديال سابقتها؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة للسيد الوزير الإجابة على السؤال. كنشكر السيد المستشار على طرح هذا الأمر. أولا فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، 1668 سؤال اللي كانت طرحت، الحكومة جاوبت على 497 اللي تبرمجات، ضمنها 183 آنية. في الوقت اللي الحكومة عبرت على الاستعداد باش تجاوب على 411، عبرنا باش نجاوبوا على 411، يلا تبرمجات 183. هذه الأسئلة الشفوية فكاين استعداد كلي نحترموا الأجال ونبرمجوها ونشتغلوا فيها بوضوح. الأسئلة الشفوية اللي مرتبطة بالفريق ديالكم، 65 سؤال اللي تطرحت، 29 وقع الجواب، من ضمنها 25 آنية. النسبة العامة للمجلس 30%، النسبة العامة الخاصة بالمجموعة 45%. في الأسئلة الكتابية كاين مجهود، 492 259 تجاوب عليها 53%. فعلا كاين إشكال أنه ما وصلناش باش نجاوب على كل الأسئلة الكتابية. المجهود اللي احنا ولكن ما يمكنش نقولوا راه ما كاينش مجهود ونوقفوا فقط عند واحد الجزء اللي هو يعني مرتبط بهذا الموضوع. حاليا احنا في هذه المرحله شنو باغيين ندير؟ بناء على المسار اللي بدا في المرحله السابقه، باغي نديروا واحد الخطوه لا تولي متاحه للعموم، اللي هي الاسئله، اولا الرسائل ديال التذكير والاسئله الكتابيه اللي كتجي مع الاجوبه ديالها غادي نوليو ننشروها للعموم، تولي تنشر ويولي المواطن في اي منطقه، في تينغير، في الحسيمه، في سوس، في العيون، في الداخله، في طنجه، كيعرف المستشار ها الاسئله اللي طرحها وهل الاجوبه اللي كاينه، باش نعملوا على ضمان الجواب على كل الاسئله اللي كتطرح. وهذا واحد التحدي اللي هو ليس من السهل. وفي نفس الوقت في اطار هذه الاليه ديال التفاعل، يعني كما نجحنا في الاسئله الشفويه وايضا الشهريه، غادي ننجحوا ان شاء الله حتى في هذا الموضوع ديال الاسئله الكتابيه، باش نكونوا في اطار تنزيل الاحكام ديال الدستور وخاصه الفصل 100 اللي تحدثت عليه. وشكرا. شكرا السيد الوزير. الكلمه لاحد الساده المستشارين في اطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير على التفاعل والجواب على هذا السؤال. في الحقيقه الجواب كان فيه جزء من الجواب على السؤال ديالنا. حنا المشكل المطروح ذكرنا اولا، نعطيكم مثل السؤال الاني. هذا كان سؤال اني، كان المفروض انه يدرج في جدول الاعمال ديال الاسبوع اللي فات، ولكن ما جاوبتوش عليه وما فهمناش علاش، لانه ما محتاجينش بانكم تطلعوا على وثائق ولا على شي حاجه. الماده 100 من الدستور، الماده 266 من النظام الداخلي. دونك هذا كيطرح واحد المجموعه ديال الاشكاليات. الاسئله الانيه ملي كتبقى مربوطه او مرتبطه بموافقه الحكومه انها تجاوب عليها ولا ما تجاوبش عليها، هذا كيفرغ موضوع المراقبه ديال الحكومه من المضمون ديالها. والسؤال ما كيبقاش اني ملي كيتبرمج لي على 2 الاسابيع ولا 3 من بعد ما طرحته، ما كيبقاش اني. حاجه اخرى، حنا كنتذاكروا على 20 يوم اللي خلالها
الدستور كينص على ضروره الجواب ديال الحكومه على الاسئله ديال الساده المستشارين. الحكومه كتأولها بان بعد 20 يوم عاد يمكن ادراج الاسئله، وهذا ماشي صحيح، وهذا هو جوهر السؤال ديالنا. ثرتو السيد الوزير موضوع انكم جاوبتوا واحد مجموعه الاسئله، وكاين شي مجموعه الاسئله اللي انتم ابديتم الرغبه في الجواب عليها ولكن ما تمش الجواب عليها، وهنا كنثير انتباهكم للسبب. السبب هو غياب عدد كبير من الوزراء الجلسات الاسبوعيه، وكاين للاسف بعض الوزراء منهم الوزير الفلاحه اللي حضر مشكورا في هذه الجلسه هذه، اللي ما حضروا الا جلسه او جلستين خلال السنه التشريعيه كامله. كاين مثلا وزير السيد العالمي وزير التجاره والصناعه، كاين وزير الداخليه، كاين وزير الاوقاف، مجموعه ديال الوزراء ما كيجيوش المؤسسات التشريعيه، وما كنفهموش حنايا كتجينا اللائحه ديال غياب الوزراء ولا القطاعات والقطاعات الحاضره، ما كنفهموش حنا شنو هو اهم من الحضور والجواب على الاسئله ديال الساده المستشارين في العمل ديال الحكومه. اللهم الا كانوا في شي نشاط خارج الوطن او لا في شي نشاط ملكي. اذا كاين واحد الاشكاليه حقيقيه في التعامل مع الرقابه ديال المؤسسات التشريعيه العمل الحكومي، وكنتمناو ان الحكومه الحاليه انها تجاوز هذه الاشكاليه هذه وتحترم الدستور. اننا كنطالبوا الشعب يحترم الدستور، فلا يعقل ان الحكومه ما تحترمش الدستور، لان الدستور في الفصل 100 واضح بان الجواب يجب ان يكون خلاله. السيده المستشاره، الكلمه للسيد الوزير في ثواني معدوده. اولا الحديث باطلاقيه على الغياب ديال الوزراء، انا عطيتك رقم واضح، حنا عبرنا على الاجابه على 411، انتم برمجتوا 183. هذا رقم واضح. السؤال ديال الان طرح في 2 ماي، حنا اليوم في 9 ماي. شكرا وجاوبنا عليه. شكرا السيد الوزير المحترم.